يعني سأل مثلا أبي العباس المرسي مش عارف مين، ما دام الرجل لم يدعو الناس إلى التوسل به أو إلى سؤاله أو إلى التوكل عليه أو إلى الطواف حول قبره بعد موته، فهو يعذر، ولا يجوز أن يسيء إليه أحد. رجل مات انقطع عمله، الذي يسيء هو الذي يؤاخذ ويعاقب ويعاتب ويحاسب بين يدي الله رب العالمين. ولذا على سبيل المثال الشيخ عبد القادر الجيلاني، الشيخ ده من علماء أهل السنة والجماعة، رجل كان من ضمن فقهاء المذهب الحنبلي، رجل فقيه. بعد ما مات نسبوا إليه أقوال لدرجة أنهم جعلوا له أسماء كأسماء الله الحسنى، 99 اسم لعبد القادر الجيلاني. من قال هذا إنه هوس، إنها متاجرة فيما يعرف بالدروشة والصوفية وما إلى ذلك من الأمور. الشيخ عبد القادر الجيلاني حتى اختصم فيه الشيعة من إيران. نسمع المقطع ده. الجيلاني، عبد القادر الجيلاني كان إجا طالب علم إلى بغداد وهو من جيلان، وقيل أنه سيد، ورادوا سووا له مكانة كان على المذهب الحنبلي والحنابلة ملتفين عليه، وما جاء أولاد. بعضهم اللي ينتمون لعبد القادر لا ما إجا أولاد. عبد القادر واحد يقول رحت درس أنا ما فهمت شيء، ما يعرف عربي. طبعا هذا فارسي عجمي جاي من شمال إيران ويريد يدرس أخلاق وعرفان وتصوف في بغداد، وصار له مكانة وصار له مزار عبد القادر، وطريقة عنده صوفية عرفت بالطريقة القادرية، طريقة عبد القادر. ما معروف له مواقف ضد أهل البيت عليهم السلام، لا، ولكن ما معروف له مواقف واضحة في تأييدهم. هو يعني تكلم كلاما سديدا صحيحا في حقيقة عبد القادر الجيلاني. ولد في إيران ثم انتقل بعد ذلك إلى العراق ونال حظه من العلم والفقه في العراق. وأيضا الشيخ بيقول إن هو ما احناش عارفين له أي موقف من الشيعة، يعني لم يناصر الشيعة. وكيف يناصر الشيعة وهو من أتباع ومن أئمة المذهب الحنبلي الذي ينصر السنة وينصر الحق وينصر الكتاب الكريم والوحي النازل على سيدنا رسول الله، ولم يفرق بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا بين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ويترضى عنهم جميعا.